دي صوفي متقلة جامد في لبسها من لبنان تلج اليومين دول. بتدخل مي امها عليها فبتلاقيها بتتمكيج، فمي بتقول لها ايه ده، في إيه؟ انت رايحه فين؟ فصوفي قالت لها رايحه اقابل تينا صاحبتي وخارجين مع اصحابنا. فامها قالت لها هتخرجي باللبس ده عادي؟ فتينا قالت لها لا طبعا اوف كورس نوت. فامها قالت لها اذا كان كده ماشي. وبتروح مي تشتكي لوليد وبتقول له بنتك لابسه عريان، ولقيت واقي ذكري في شنطتها وغالبا هي داخله في علاقه مع جلال صاحبها من ورانا وهتحط راسنا في الطين. فقال لها بتقول ايه طين؟ هي الدنيا بتمطر؟ دي بقى مريم عايشه في لبنان مع شريف جوزها وامه اللي تبقى حماتها واللي تبقى مريم بتطيق بوسي شلبي ولا تطيقهاش. وفي يوم بتحضر نفسها هي وجوزها انهم هيروحوا سهره عند مي ووليد صحابهم، وهي ماشيه بترجع تاني للاوضه وبتقوم قلع ملابسها الداخليه عشان تلبس مكانها الشخصيه. بيطلع مريم وشريف ليله خسوف القمر على بيت وليد اللي مريم بتبوسه مرتين وبتبوس مراته مره واحده بس عشان جوزها واقف. وبعدها بيجي جنى وزياد جوزها، وبعدها بيجي ربيع صاحبهم سيد الرجاله. ولما بيروحوا يقولوا له فين رشا صاحبتك اللي قلت لنا عليها، فقال لهم سوري ما جاتش معايا عشان اهلها قافشين عليها وما بيخلوهاش تنزل من البيت بعد الساعه 2 الفجر، وبيقوموا نازلين في ضرب. وبيقفش شريف مراته وهي بتشرب بق خمره، فبيقول لها انت بتشربي خمره تاني؟ فبتقول له لا والله انا كنت بحلف عليها، وبعدين احنا هنا جايين نقضي يوم مع اصحابنا وكده، ولا هو الصاحب بيروح عند صاحبه ليه؟ بيطلع الشباب شويه في الجنين عشان يدردشوا ويلمسوا ويشتموا شتمتين كده عشان يبان ان المخرج والانتاج روشين وهوب هاي وكده. وبعد كده بيرجعوا للصاله وبيكلموا عن سامي صاحبهم ونور صاحبتهم واللي قفشت نور جوزها بيخونها مع بنت صغيره عندها 22 سنه. فشريف بيقول عبيط قوي سامي ده حد يرافق واحده في السن ده؟ فمريم قالت له قصدك ايه؟ ما انت لما عرفتني زمان انا كان عندي 22 سنه برضه. فقال لها حبيبتي ده عارفها دلوقتي في سنه ده، انما انا عرفتك زمان وانت صغيره. فمريم قالت له قصدك ايه، ان انا كبرت؟ فقال لها لا طبعا يا حبيبتي العمر مجرد رقم، انت كبيره سنا بس انما روحك لسه عيله صغيره. فمريم قالت له قصدك ايه، ان انا متصابيه؟ فقالت له لا يا شريف انت صدمتني، انت اكيد مش شريف اللي انا اعرفه. فشريف قال لها قصدك ايه، انت تعرفي كام شريف؟ بتبتدي الشله تتناقش عن ان السبب في البلاوي دي كلها التليفون، هو اللي فاضحنا كده ومعري اسرارنا. وبتقول مي حد هنا موافق ان جوزه او مراته تفتش في تليفونه؟ فبتسال مي جنى وبتقول لها انت ممكن تخلي زياد جوزك يقرب لتليفونك؟ فقالت لها مش لما يقرب لنا الاول بلا وكسه. بتقرر مريم انهم كلهم هيلعبوا لعبه روشه موت ما اتلعبتش كتير قبل كده، هي اتلعبت في 17 نسخه من الفيلم بس ودي 18، وهي انهم هيحطوا تليفوناتهم جنب بعض واي مسج او مكالمه تيجي الكل هيسمعها ويقراها. فبيبتدي الرجاله يبصوا لبعض كده ويتوتروا، فمي بتقول لهم ايه مالكوا خايفين ولا ايه؟ فبيفضل شريف جايب ورا كده، فمي بتقول له ايه مش واثق في نفسك ولا ايه؟ فقال لها لا انا مش واثق في مراتي. ولكن في النهايه بيوافق الساده الحضور على اللعبه وكلهم بيقولوا شور ان اي حد هيجي له اي حاجه على تليفونه كله هيعرفها سواء رساله او مكالمه او حتى منشور. وبيرن موبايل زياد اول واحد، فبيمسكه وبيتوتر كده، فمراته بتقول له في ايه؟ فبيقول لها لا ده فودافون معتبراني عميل مميز وبعتت لي 10 دقايق ببلاش وهياخدوا مني 100 جنيه بس مراته بتبص على التليفون فبتلاقي رساله جايه له بتقول له انا عايزاك دلوقتي يا زيزو. فبتقول له مين دي ان شاء الله؟ فقال لها ده رقم غريب مش عارف والله بس هموت واعرف. بعدين انتوا شاكين فيا يا جماعه؟ ده احنا اصحاب هنشك في بعض يعني؟ احنا جايين نقعد مع بعض ولا هو الصاحب رايح عند صاحبه ليه؟ وبيتصل الرقم فبيضطر زياد انه يرد عليه قدامهم كلهم، وبيقول له الصوت اللي في المكالمه انت مش عارف انا لابسه ايه؟ فبيقول لها لا مش عارف بس هموت واعرف. بس بيطلع ان وليد بيشتغل وعامل فيه مقلب ومكلمه من تليفون بنته. فبيقول له يا اخي حرام عليك ده انت سئيل جدا. فقال له ما يا عم لعبه اللي بتلعبوها دي احنا لو ابتدينا نشك في بعض هنضيع، اهم حاجه الثبات على المبدا. فبتدخل صوفي بنته وبتقول له يا بابا انا رايحه عند جلال صاحبي ابات عنده النهارده زي ما انت وافقتني. فقال لها طب انا وافقت يبقى تنزلي بالسلامه يا روح، اهم حاجه الثبات على المبدا. بتحاول جنى تهدي الاجواء شويه وبتقول لهم ان هي وزياد بيحاولوا انهم يجيبوا بيبي دلوقتي. فبتقوم الاستاذه منى زكي قصدي مريم تقول يا اخيرا اتنين متجوزين مع بعض. فالشريف بص لها كده قال لها قصدك ايه، انت بتلقحي ولا بتقولي كده ليه؟ فمنى زكي قالت له انا بعمل كده عشان ابان ان انا ممثله روشه ومتحرره. فقال لها لا مش انت يا منى انا قصدي على مريم الكاركتر اللي انت لابساه. فقالت له ما انا قلعته قبل ما اجي وحطيته في الشنطه الصبح. بيرن تليفون مي فبترد على باباها اللي بيقول لها انه ظبط لها ميعاد مع دكتور التجميل اللي هيكبر لها الجي وينفخ لها الدي. فمريم بتقول لي وليد يا بختك يا عم هتنام على مخدتين. وبتقول صوفي المي هو مش المفروض ان انت معالجه نفسيه بتقنع الناس يرضوا عن شكلهم وجسمهم وحالهم زي انت بتغيري في جسمك، المفروض انت تكبري دماغك يعني؟ فقالت لها والله انا كبرت دماغي ما عرفتش اقلع التيشيرت فقلت اكبر التيشيرت ذات نفسه. بيقوم ربيع من على الترابيزه فبيقرر شريف انه يبدل تليفونه مع تليفون ربيع قبل ما حد ياخد باله عشان هو جاي له صور خارجه من بنت الساعه 10 وخايف مراته تقفشه. وبتقوم مي تقف مع مريم واللي شريف جوزها كان قايل لها ان وليد بيزور طبيب نفسي من ورا مراته وما قالهاش عشان ما تزعلش منه انه ما بيتعالجش معاها هي، ومحلف مريم ما تقولش لحد. فمريم قالت لشريف عيب تقول الكلام ده، وبتروح تقول لمريم ان شريف جوزها كان قايل لها ان وليد بيزور طبيب نفسي من وراها عشان ما تزعلش انه ما بيتعالجش معاها هي، وبتحلف لها ما تقولش لجوزها. فمريم قالت لها عيب تقولي الكلام ده، وبتروح مريم تقول لوليد انت ليه ما قلتش انك بتزور طبيب نفسي من ورايا وليه ما بتتعالجش معايا انا؟ فقال لها انت بقى اللي هتعالجيني؟ قالت له لا حياء في العلم. فبص لها من فوق لتحت كده وقال لها كان العلم نفع نفسه. وبتيجي اللحظه الحاسمه وبيرن تليفون شريف اللي بدله مع ربيع سيد الرجاله. فبيقولوا كلهم لربيع ورينا المسج اللي جايه لك. فبيلاقوا مسج جايه من واحده اسمها ايزا. فبيقولوا له ورينا، فقال لهم لا مش هينفع. فبيقوم زياد ماسك التليفون واول ما بيشوف الصوره بيتخض كده وبيقول يا نهار ازرق يا ابن الايه يا ربيع. فمريم بتقول له في ايه شايف ايه؟ فقال لها
بقى شايف برج ايزا الهائل، وبيبتدي الصحاب يحتفلوا بربيع سيد الرجاله اكمنه طلع معلق ايزا ورشا في نفس الوقت، وبيقولوا زياد يا ابن الايه لامم انت كل الطوائف، ايزا ورشا مع بعض ايه بتوحد القطرين. بيطلع الاصحاب يتفرجوا على الخسوف، وبتبقى جنى الوحيده اللي بتاخد تليفونها عشان يتصوروا مع القمر، واثناء ما زياد جوزها ماسك التليفون بتاعها بيجي لها رساله من روميو حبيبها السابق، فزياد بيقول لها روميو بعت لك مسج ليه هو يا استاذه جولييت، فمريم بتقول له انت مكبر الموضوع ده الاكس بتاعها عادي انها تكلمه، فشريف بيقول لها يعني انت ممكن تكلمي الاكس بتاعك؟ قالت له اكس ايه اللي انا اكلمه ده بقى العوش من رجلي انا بقى حاجات تانية. وبيجي يتصوروا تاني فبيلاقوا ان روميو بعت مسج تاني بيقول فيها ان المزاج محتاج، فجنى بتقول له والله انت فاهمني غلط، ده هو في علاقه مع واحده والواحده دي اصلا مصاحبه وبتدخل معاه في علاقه لما يبقى عندها طاقه، وبيكلمني هو كل شويه لما يبقى محطوط على رف الصداقه، واحنا دلوقتي اصحاب يعني ولا هو الصاحب بيروح عند صاحبه ليه؟ فلا بيروح فين؟ فقالت له البيت. فحد جنبه قال له صدقها يا زياد دي شكلها غلبانه حرام عليكم اللي بتعملوه ده، فبص للشريف قال له انت اللي اتكلمت؟ فقال له لا ده الشيطان اللي قاعد معانا من اول القعده منهار ومش عارف يمسك نفسه. بيرجع الشباب على السفره وبيقوم رانن تليفون وليد، فبتبص مي فبتلاقي صوفي بنتهم بتتصل بتقول له ايه ده ايه اللي بينك وبين صوفي؟ قال لها انت عبيطه ولا ايه دي بنتي؟ فقالت له سوري اندمجت في الفيلم معلش، رد شوف عايزه ايه. فبيرد على صوفي اللي بيقول لها بنتي اللي مشرفانا في لبنان كلها قولي يا روحي. فقالت له بابا انا جلال صاحبي عايزني ابات عنده النهارده وانا كنت وعدته ان هعمل معاه علاقه ومش عارفه دلوقتي وخايفه ومتردده. فوليد قال لها نعم انت مجنونه انت بتقولي ايه يا تربيه وسخ انت هو انا اوراني بنت انا على اخر الزمن تدي وعد الواحد وما تنفذوش؟ انت هتصغرينا قدامه ولا ايه؟ طالما وعدتي فلازم تبقي قد كلامك. فقامت مي امها متنحه وقامت صوفي اتبسطت وقالت بجد يا بابا، وقام الشيطان قال لا اله الا الله وقام واخد ابو جهل وابو لهب وراحوا يصلوا الفجر. بتيجي مسج على موبايل ربيع اللي الناس فاكرينه دلوقتي موبايل شريف، وبيبعت له واحد اسمه روي بيقول له فيها ايه يا اسطى ما بتردش عليه ليه؟ فمريم قالت له مين روي ده بقى ان شاء الله؟ قال لها لا ده الكلب بتاعي. فبيتصل بيه روي وبيقول له قدامهم ايه يا صاحبي انت ما بتردش عليا كده؟ قاعد انت سهران وسايبني انا خرمان، انت مش قادر تصون علاقتنا ومش قادر تحترم الحب اللي بينا ولا عارف تبقى حبيب جدع، وانا مش عايز ارتبط بيك تاني ولا اكلمك سلام. فبكده شريف طلب انه يبدل موبايله مع موبايل ربيع عشان ما يبقاش بتاع نسوان قدامهم فبقى بتاع رجاله. بتتصدم مريم لما بتسمع المكالمه وبتفتكر ان جوزها طلع دراجه، فبتقول له يعني ايه انا كنت فاكراك عطلان عادي كنوع من الزهق، انما انت لا طلعت بتروح معايا ولا مع اي انتايه؟ جوزي طلع دبل فيس. بس روي بيهوهو تاني وبيبعت مسج بيقول فيها انا اسف اعذرني انا عندي الهرمونات مخلياني مش على بعضي، انت فين بقى تعالى اديني بوسه تفه لحسن الشفه مستجفه. وبيحاول ربيع انه يتكلم ويشرح اللي حصل وان هو اللي جاي مش شريف، بس شريف بيمنعه بيقول له يا ابن رشاد بقى مش رشا. طبعا واحد هيقول ليه اصلا زياد ما رجعش موبايله مع ربيع تاني خلاص بعد ما ايزا بعتت له الصور وخلصت؟ هقول لكم ما تظلموش المؤلف هو ناقلها بالظبط كده من النسخه الاسبانيه من الفيلم اللي كانت 2017. بتيجي مكالمه من نيكول مديره اعمال زياد فبتجبره صوفي انه يرد عليها، فبتقول له زياد الحقني انا عملت اختبار الحمل واكتشفت انه ايجابي. فوليد بيبص للشيف وبيقول له عاجبك حالك؟ كل حاجه حواليك ايجابيه وانت الوحيد اللي نيجاتيف هنا، ده الكورونا طلعت ارجل منك. وبتروح جنى تعيط وبتقول مين دي وشايله ايه في بطنها؟ فزياد قال لها لا ده هي شايله مني شويه عشان زعقت لها امبارح في الشغل. فبتدخل جنى تعيط في الحمام ومريم بتهديها وبتقول لها بركه يا اختي اتبسطي انه بيخونك مع ست، انا جوزي بيخوني مع راجل. وبتقوم مي داخله الاوضه اللي زياد اللي قاعد فيها لوحده واللي بنكتشف انه في علاقه معاها هي كمان، بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يزيد ويبارك. وبتقوم ضرباه بالقلم وقايله له بتخوني مع السكرتيره مش كفايه اني سايباك تخوني مع مراتك؟ وبتقوم رمايه له الحلق اللي كان جايبه له هديه في وشه وبتطلع. فبيلاحظ وليد جوزها ده وبيعرف ان مي بتخونه مع زياد، فبيقول فعلا النزاهه ما بقتش نافعه في الزمن ده، صدق اللي قال تمشي عوج تكسبك تمشي عدل تركبك. وبيدخل شريف يخبط على الحمام وبيسال مراته وبيقول لها انت يا هانم في واحد بيسالك انت لابسه اندر ولا لا؟ فاستاذه منى زكي قالت له قول له لا مش لابسه قلعته الصبح. قال لها نعم؟ قالت له قصدي قول له انت مين اصلا عشان تبعت لي رساله زي دي؟ وبيتصل شريف بالشخص ده وما بترضاش مريم انها تتكلم، فبتروح مي تكلمه بدل مريم، فبياخد الولد باله فبيعمل نفسه بيعاكس شغل حريم يابا. فبكده مي بتخون جوزها مع زياد اللي بيخون مراته وعشقته مع السكرتيره، وشريف بيخون مراته مع ايزا ومراته بتخونه مع واحد من على النت من بتوع صفحه احتواء وبتقلع له الشخصيه وبتلبسها كل شويه عشان تبسطه. وربيع بيخون رجولته مع روي، وصوفي قاعده مع جلال بيكونوا مستقبلهم، وبيعترف لهم ربيع ان هو اللي دراجه مش شريف. وبتطلع جنى من الحمام وبترمي دبلتها لزياد وبتروح لربيع وبتقول له يا ريتهم كلهم زيك، انت الوحيد اللي هنا اللي لا خنت ولا نافقت، حقيقي انت ارجل واحد فينا، انت اكتر واحد شفته في حياتي راجل. فقال لها ما هو صحيح من عاشر بقى انت فاهمه وانا عشرتهم بالكوم. وفي نهايه الفيلم المفروض ان بيجي مشهد تخيلي مش مفهوم كده انهم نازلين من فوق، وكان وليد رفض يلعب معاهم اصلا واللعبه ما اتلعبتش وكأن ما حصلش حاجه. يا ضنايا يا ابني انت اللي فيهم والله يا وليد. بس اللي شاف النسخه الاسباني عارف ان ايفا اللي هي مكان مي فضلت تصوت من اللي حصل في البلكونه، فرجع بيها الزمن اللي قبل اللعبه وكأن ما حصلش حاجه وقضوا اليوم كويس. وكل ده بسبب اللعبه. الواحد يخاف يلعب اللعبه دي مع اصحابه مش عشان خايف من الفضائح اللي هتجيله، لا عشان خايف محدش يتصل بيه اصلا ولا يعبره.
ما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات القديمة والجديدة. سلام.